سلام، معكم هدى من مدينة كازا في عمر 24 عام. جيت نحكي لكم قصتي اللي صارت في 2017 واللي بغيتها تكون عبرة لأي بنت كتثق في أي واحد يتعرف عليه. المهم أنا كنت واحد البنت طبيعية، كنت معقدة، كنت كيعجبني غير نقرا، ما كنتش كنجلس مع البنات، ما كنتش كنجلس مع الولاد ديال الكلاس، يعني كنت باغا غير نقرا. حتى لواحد النهار كان واحد الولد ديما كيتبعني، ما كانش كيقرا معايا، كان ديما كيتبعني. واحد النهار ولا نقول واخا نعطيه النمره ماشي مشكل، غير باش ما يبقاش يتعرض لي في الزنقه. عطيته النمره، بدينا نهضروا في الواتساب. في الاول انا كديرها غير ضحك، بدينا نهضروا، صافي تعلقت به، وليت كنهضر معاه بزاف، وليت وقتي كله كنهضر معاه فيه. دازت 4 شهور على الهضره ديالنا، صافي وليت يعني القرايه ديالي ما بقيتش مديها فيها. كنت كنبغي غير نمشي متى نخرج من المدرسه باش نخرج نهضر معاه في الزنقه ونجلس معاه، لدرجه انني المدرسه ما بقيتش كندخل ليها على حساب باش نتلاقى معاه ونريح معاه. وليت عامله قرايتي بزاف. دازت عامين على العلاقه ديالنا. واحد النهار قال لي بلي عندهم واحد الخطوبه في لافامي ديالو، بغيني نمشي معاه. انا مع كنت كنثق فيه، ما كنت كنخسر ليه، قلت له واخا نمشي معاك. جيت للدار، لبست حوايجي، تقديت وبزز باش خرجت من الدار باش ما يشوفونيش، حيت الا شافتني ماما ما غاديش تخليني نخرج. مشيت معاه، دخلنا وبصح كانت خطوبه. جلسنا ريحنا ضحكنا شويه وهو يقول لي يلا معايا راني مسخر للدار بنجيب شي حاجه الوالده. قلت لي واخا، يعني عادي مسخره ماما. مشينا، دخلنا للدار، دخل هو للبيت، انا كنتسناه في الصالون باش يجي باش نمشيو. صافي جا، قلت له يلا نمشيو، قلت لي صبري واحد شويه ونمشيو، نجلسوا شويه ونمشيو، اصلا راه الصداع تما درني راسي. قلت لي واخا. جلسنا كنضحكوا شويه، بدا كيقرب ليا. انا في الاول منعته ما خليتوش، شويه بدا كيقنعني بالهضره ديال انا كنبغيك، انا بغيتك تكوني مراتي، يعني راه عادي هادشي اللي درناه. انا مع كنثيق فيه بزاف. قلت لي واخا. انا في ديك اللحظه ما عرفتش انا شنو دار ليا، يعني وليت كندير شي حوايج بدون الاراده ديالي. وتمنيت كون ما خرجت من الدار داك النهار ومشيت معاه، حيت داك النهار اللي خسرت فيه شرفي، ضيعت اغلى حاجه عندي. صافي في ديك اللحظه انا فاش صافي فاش استوعبت الامر بديت كنغوت وكنبكي. هو كيصبر فيا بالكلمه ديال انا كنبغيك وبغيتك تكوني مراتي. انا واخا ديك الهضره بقيت مصدومه. صافي خرجت، قال لي نوصلك، قلت لي وصلني للدار. بين نمشي للدار، دخلت للدار، بقيت نبكي 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 الليل كله ما نعستش. بقينا كنهضروا في لابيل، كيهضر معايا كيواسيني ديك الهضره الحلوه ديالو. صافي دازت المده كنتلاقاو. واحد النهار حملت منه. نهار حملت منه كانت اكبر صدمه ليا، اللي هنا غيتبدل حياتي كلها. صافي جيت للدار، عيطت له قلتها ليه. هو خسر عليا كلمه واحده، سيري قلبي على شكون اللي غلطتي مع هاد الغلطه. قطع ليا لابيل. انا صافي خفت، ما عرفت شنو ندير. فكرت، قلت صافي يعني غادي
طول المده غادي تبان الكرش، يعني بزاف د الحوايج. مشيت عند ماما قلتها لها، كليت قتلت العصا داك النهار. صافي مشات ماما عندهم للدار، حاولت يعني تصلح الامور. هو في الاول ما بغاش، مني ما بغاش قالت له ماما صافي الا ما بغيتش تزوج بها يعني نديكلاريو بيك، وديك الساعه نتاج قضاء. صافي السيد خاف، قال له واخا ماشي مشكل، بلا ما نوصلوا للمحاكم انا غنتزوج بها. جا خطبني من الدار فعلا، ما درنا لا عرس لا حتى شي حاجه. صافي درنا العقد، مشيت معاه للدار عند امو وخواتاتو، اللي تما عشت الجحيم في ديك الدار. عمرني عرفت النهار الزوين، وليت ناكل العصا بزاف د الحوايج. صافي واحد العيشه عشتها في ديك الدار اللي خايبه بزاف. مو ولا تضربني كتحكر عليا. صافي واحد النهار جات هو الخدمه على برا المدينه، مشى لمدينه اخرى. بقيت مع دارهم، تمارة عصا نقير. ولات عندي ديك الساعه 3 شهور الحمل ديالي. كنت مدابزه مع اختو، صافي مدابزه كعادي، ما كندابزو عادي. جمعت حوايجي باغا نمشي في حالي، مع غير تما غدا ما عرفت انا كيفاش دارت حتى دفعتني في الدروج اللي في داك النهار طيحت الجنين ديالي. صافي فاش جا هو ساق الخبار المشكل وعرف اختو كل شيء، ما كانت عنده حتى شي ردة فعل، بالعكس فرحان كيقول لي ما كتبش ليه يجي للدنيا. صافي انا فاش شفتو بحال هكاك صدمت فيه. رجعنا للدار، صافي السيد ولا يضربني ولا يسكرفس عليا. انا صافي عييت مدة عام وحنا هكاك. واحد النهار قلت له صافي بغيت نطلق، قال لي واخا. فعلا مشينا طلقنا، وتما فين غتبدل حياتي. صافي جيت لدارنا، قررت انني نخرج نخدم، واخا الشوفه ديال لافامي نتاعي يعني كتبقى ناقصه شويه. خرجت نخدم في واحد الريستورون، خدمت لمده 5 شهور. والباترون ديالهم كان مازالو صغير شويه، فعمرو تقريبا شي 35 عام. انا ديك الساعه كانت في عمري 21. صافي واحد النهار هو يجي عندي قال لي هدى انا عجبتيني، ما نويتش يعني نويت نزيد العلاقه لقدام ونجي لداركم وناوي الخير معاك. انا فاش قال لي الهضره تصدمت. واحد النهار وانا نجلس معاه قلت له بنهضر معاك ونقول لك شي حاجه قبل ما دير شي حاجه، قبل ما دير الخطوه الاولى ديالك. قال لي واخا. قلت له انا راه فيت ليا مزوجه ومطلقه وهادي. السيد استغرب، قال لي اسمحي لي ما نصحابكش بحال هكا، ما نصحابكش مزوجه. صافي الله يعاونك. انا ما بقاش فيا الحال عادي. دازت واحد المده بقيت خدامه في نفس الريستور. دازت مده وهو يولي يرجع عندي، قال لي سمحي لي انا داك النهار ما عرفتش باش تبليج مني قلتي لي داك الهضره. قلت له ماشي مشكل، اي واحد يعني يقدر ما يعجبوش الحال انه يتزوج بوحده مطلقه. قال لي سمحي لي انا باقي باغيك. صافي انا اعتبرت الموضوع تافه، يعني ما تسوقت، قلت يمكن هذا غير كيكذب حيت عرفني مطلقه، يقدر يكون ناوي شي حاجه خايبه. فعلا دزت واحد المده وهو يجي لدارنا، تم فين عرفت معنى السعاده. تزوجت به،
يعني عشنا واحد الحياة الزوينة حتى لواحد النهار اللي وصلوا شي تصاور ديالي انا وداك السيد اللي كنت مزوجه به. شي تصاور كانوا قبل ما نكونوا مزوجين، كنا باقيين ديك الساعه مصاحبين. هو ما عجبوش الحال، جا كيغوت. انا شرحت ليه بلي داك السيد هو اللي كنت مزوجه به، يعني مع ذلك يعني بقات مده عاد تقبل ديك الهضره. ودابا الحمد لله راه ولدنا 2 وليدات، بنيه ووليد، وعايشين بخير. وبنصح اي بنت، يعني انا جيت نعاود لكم هاد الشيء غير باش تعرفوا بلي الولاد الناس قلالو، ما ديروش الثقه في اي واحد. هذه نصيحه ليكم، حيتاش كاينين شي بنات اللي كيديروا الثقه كيقولك هذا راه كيبغيني، كيف ما درت انا الثقه وصدقت خاسره بزاف د الحوايج. مبقيتوش تثيقوا، ما بقيتوش تثيقوا. اللي بغاك غيجي لداركم، هادشي اللي كنعرف انا.